منذ اختطاف السيد والفيلسوف عبد الله أوجلان منذ عام 99 انتهك النظام التركي حقوق الإنسان، بدءا بعملية الاختطاف كونها تخالف كافة الأنظمة والقوانين الدولية والمواثيق المعمول بها والأعراف القانونية المتعارف عليها، على اعتبار أنه تم اختطافه من أرض دولة ذات سيادة. ضمن هذه الفترة مورست ضد السيد الفيلسوف عبد الله أوجلان انتهاكات واضحة، بدءا من وضعه في زنزانة منفردة، وهذا مخالف لأي موقوف بجرم سياسي، على اعتبار أنه غير مجرم جنائي أو مجرم له علاقة بالإرهاب. أيضا عدم السماح لذويه وأهله بزيارة الموقوف السيد عبد الله أوجلان، أيضا حرمانه من هذا الحق وانتهاك واضح لحقوق الإنسان. منذ فترة زار وفد قانوني من منظمة CBT، وادعت دائرة السجون أو مديرية السجون التركية أن السيد عبد الله أوجلان رفض مقابلة هذا الوفد. نحن من وجهة نظرنا القانونية نرجح ربما يكون رفض مقابلة هذا الوفد، على اعتبار أن هذه الوفود تمثل منظمات وهيئات قانونية أوروبية ربما غربية، وبالتالي هي قولا واحدا منحازة للجانب التركي، ولديها أجندة ليست لها علاقة بالنزاهة والمهنية والحيادية، ولهذا السبب قد يكون تم رفضها من القائد لهذه الاعتبارات. ونرجح رأي آخر أنه لم يرفضها، ولكن تم رد طلبها من إدارة السجون، على اعتبار أن الوضع الصحي والجسدي للقائد عبد الله أوجلان هو مجهول منذ مدة عدة سنوات، وبالتالي أصبح وضعه غامض. ولعدم الوقوف على حالته الصحية وتوضيحها تم رد طلب هذه اللجنة. نحن رأينا كرجال قانون وكمحامين مع صمت هذه المنظمات، مع انحيازها إلى جانب النظام التركي، مع عدم لفت النظر إلى ما يدور داخل سجن آمرلي، على اعتبار أن هذا السجن ينتهك حقوق الإنسان. نناشد كافة الحقوقيين والقانونيين الأحرار على مستوى العالم لتشكيل لوبي قانوني قادر على إيصال ولفت النظر على حالة السيد عبد الله أوجلان في سجنه، ومن ثم الوقوف على حالته الصحية وأعطائه حق زيارة ذويه وأعطائه حق زيارة موكليه القانونيين، إضافة على أنه لجنة توثيق حقوق الإنسان ولجان انتهاك حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان تطالب بإعطائه حق الأمل. وحق الأمل هذا قانون تم اتخاذه بأوروبا ضمن لجان مستقلة، وتركيا نفسها وقعت عليه. هذا القانون يعطي لكل موقوف سياسي في أي سجن أتم 70 عاما وتجاوزت مدة توقيفه 20 عاما له حق الأمل بأن يخرج من السجن ويمضي بقية حياته بين أفراد عائلته. النظام التركي حرم السيد عبد الله أوجلان من هذا الحق، وبداية هو جرمه بالخيانة العظمى وشكل له محكمة وحرمه من حق الدفاع عن نفسه وبتهم لا علاقة لها برأيه وفكره وسياسته. نحن نعتبر أن كل كلمة وكل لقاء من السيد عبد الله أوجلان مع أي محامي أو مع أي زائر هي بمثابة رصاصة، هكذا تعتبرها الدولة التركية، على اعتبار أن هذا الفكر انتشر بمناطق جغرافية غريبة من تركيا، وأقصد هنا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهذا المشروع الذي يعتمد على نظرية الأمة الديمقراطية ومبدأ أخوة الشعوب. ربما أصبح طموح كل المكونات الشعوب في الشرق الأوسط. الآن ربما هذه الحالة سيصار إلى تعميمها في الجنوب السوري وفي الغرب السوري وفي الدول المجاورة. لذلك كل الأنظمة الدولتية بما فيها الدولة التركية هي تعادي هذا الفكر وتعاقب هذا القائد بسجنه لهذا الفكر، ناسية أن هذا الفكر الآن تبلور وانتشر، ونحن بصدد إعداد ملفات وشرح هذا الفكر ونشره لكي يستقطب كافة مكونات الشعوب في الشرق الأوسط. ما يتعرض له القائد في سجنه الآن يصل إلى مستوى جرائم الحرب الدولية. كل الحقوق الخاصة بالسجناء هي منتهكة ومحروم منها هذا القائد بصفته سجين سياسي لا سجين جنائي.
كل هذا يأتي في ظل وضع صحي غامض يتعرض له القائد في سجن إمرالي. لا نعلم إن كانت صحته تدهورت أو إلى أي مدى صحته سيئة في ظل الأنباء التي تخرج من سجن إمرالي حول صحته السيئة. هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تراه جميع الدول وهي في صمت دولي مدقع باتجاه الحقوق الانتهاكات التي يتعرض لها شعب شمال وشرق سوريا من الاحتلال التركي، سواء الهجمات الأخيرة التي حدثت على مناطقنا أو الهجمات أو الاعتداءات المتكررة والتي لا تتوقف التي يقوم بها الاحتلال التركي على مناطقنا. هذا كله يشكل خرق صارخ وواضح لحقوق الإنسان. نحن نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي على مناطقنا. نحن في صدد أيضا لجنة الدفاع عن القائد تقوم بعملها وتقوم بإرسال مذكرات دفاعية للقائد والمطالبة أيضا بحق الأمن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. نحن كشعب شمال وشرق سوريا نحن متمسكون بالمقاومة الشعبية والوقوف جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية في تحرير المناطق المغتصبة وفي الوقوف بوجه هذا الاحتلال التركي. نزل على القائد عبد الله أوجلان في نفس الفترة التي ظهر بها الربيع العربي هو من شأنه عدم تفتح الدول الشرق الأوسط على المشروع الذي قدمه عبد الله أوجلان لتحرير الدول الشرق الأوسطية من هذه المشاكل والأزمات التي تمر بها. جميعنا درس أو اطلع على المؤلفات التي كتبها القائد عبد الله أوجلان في هذا الخصوص، وأنها هي الحل الأمثل من أجل التخلص من هذه الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط.